قضيتنا اليوم غادي نديكم فيها لمدينة سيدي رحال، فين ساكنة واحد الشابة اللي آية في الجمال. كل شيء كيشهد بالطيبوبة ديالها. في العمر ديالها حاليا 25 سنة، قرات حتى الباك وعاشت في وسط واحد العائلة بسيطة وعلى قد الحال، متكونة من الأب والأم وثلاثة ديال الوليدات، جوج بنيتات وولد واحد. الأب خدام بناي مقاتل مع الزمان باش يكبر وليداته، كان باغي بنته خديجة تكمل قرايتها ولكن الظروف المادية ما ساعداتوش. هادشي علاش خديجة حاولت تقلب على خدمة تساعد بها راسها وتساعد بها والديها على الزمان. فعلا لقات واحد الخدمة في السناك وكانت فرحانه بالخدمه ديالها الجديده، استقرات ماديا وولات كتساعد والديها في المصروف ديال الدار. مشات ايام وجات ايام وخديجه من الخدمه للدار ومن الدار للخدمه. داز عام على هاد الحال حتى جا واحد الشاب جديد يخدم معاهم في السناك، تعرف على خديجه ولاو كيتلاقاو وتفاهموا. من بعد ما داز 8 شهور على هاد العلاقه، هاد الشاب طلب الزواج من خديجة اللي وافقات عليه بدون تردد. سنة 2021 خديجة دارت خطبة كبيرة اللي حضروا فيها الحباب والأقارب والجيران، وداز كل شيء بخير وعلى خير. من بعد ما دازت 4 شهور على الخطوبة داروا العرس. خديجة مشات لدار راجلها اللي هي دار عائلته واللي كان عايش فيها الأب والأم وخوت راجلها وعيالاتهم. وفي شهر 3 من سنة 2023 خديجة غادي تولد بنية اللي هي أول فرحة ليها. خديجة كانت مرة كتمشي تزور دارهم، ومنين كيسولوها على الأحوال ديالها كتقول لهم راني بخير وعلى خير، راجلي وعجوزتي كيعاملوني أحسن معاملة وما عندي معاهم حتى شي مشكل. مرة وحدة اللي جات خديجة غضبانة لدارهم، ولكن في نفس النهار جات عجوزتها وراجلها عندهم، حزروها ورغبوها ورجعت معاهم خديجة لدارها. دازت الايام حتى لواحد النهار من شهر 6 2024 الاب ديال خديجة كتصل به عجوزتها وكتقول ليه راه بنتك مريضة وراه غادي نديوها للسبيطار. الاب كيسحب ليه غير وعكة صحية عادية، قال لها صافي الله يشافي بسلامة بسلامة. لغد ليل الام ديال خديجة كتصل بالعجوزة ديال بنتها كتسول على خديجة وباغا تعرف اشنو وقع النهار اللي قبل. قالت لها العجوزة راه خديجة ديناها للسبيطار، راه يمكن طاح ليها بنادم حيت كدوز بالدم، يعني هنا بغات توصل ليها بان راه فقدات الجنين ديالها.